مسا على كل عشاق دحيح الافلام. بيبدا الفيلم في مسابقه مواهب، وكان في ساحر اسمه هيكتور جاي يقدم العرض بتاعه في المسابقه علشان ينول اعجاب كاظم الساهر واحلام ويحقق حلمه اللي بيحلمه من سنين. قدم هيكتور العرض بتاعه وما عجبش احلام بسبب ان العرض بتاعه كان عرض قديم، كان مش مبتكر وبسيط، كان بيطلع حمام من ملابسه وبس. لكن ما وافقتش على عرضه ما عجبهاش وطردته بره العرض كله لما اتخنقوا من الحمام بتاعه اللي كان ما بيخلصش. يخرج هيكتور وهو مكتئب ومش طايق نفسه، بيندم على اليوم اللي قرر يكون فيه ساحر وبياخد قرار يشوف له شغلانه تانية. لكن هيكتور علشان ما عندوش دم بيعدي بعدها على محل ادوات السحر، وكمان عندهم حيوانات، وبيقرر يطور شغله والعابه وفكره علشان يقدم عروض اقوى تبهر الناس كلها. هيكتور قرر انه يجيب حيوان يعمل بيه عروض او تكون فكره جديده محدش عملها قبل كده. دخل المحل والمحل بيكون مليان حيوانات غريبه ومختلفه عن الطبيعي، بيستكشف الحيوانات علشان يختار الحيوان المناسب، وبيسمع وقتها جوه صوت غريب وبيفضل ماشي ورا الصوت لحد ما بيشوف حيوان تمساح واقف في القفص بتاعه بيغني وبيرقص. هيكتور ما بيكونش مصدق اللي شايفه ولا اللي سمعه، والتمساح لما بيشوف هيكتور بيوقف غنى ورقص علشان هو بس خجول حبتين. هيكتور بيفتح القفص وبيكون مبهور بالتمساح، وشاف ان التمساح ده هو اللي هيحقق له احلامه وكل اللي نفسه فيه، وقرر يشتري التمساح وخده وخرج بيه للخارج. هيكتور بيسمي التمساح لايل وبياخده بيته بيعلمه الغناء والرقص وبيمرنه على العروض علشان يدخل بيه مسابقات وعروض كبيره. لايل بسبب خجله كان في البدايه خايف ومش بيتكلم كتير ولا بيتعامل كتير مع هيكتور، وكان واخد له ركن على جنب كده. لكن هيكتور قدر انه يتعامل مع لايل ويخليه يتكلم ويغني ويرقص زي السكينه في الحلاوه. هيكتور قدر انه يعلم لايل الغناء والرقص بشكل ممتاز. كان لايل بيقدر يعمل نفس كل الحركات اللي بيعملها هيكتور بمنتهى البراعه. بعد مده بسيطه لايل بيكون جاهز انه يقدم عروض، وعلشان كده هيكتور بيقرر يعمل عرض قدام الجمهور علشان يعرف لايل ليهم. بعد كده هيكتور بيروح لصاحب مسرح علشان يعمل معاه عقد علشان عرضه، لكن صاحب المسرح بيرفض علشان هو عارف ان هيكتور فاشل ومالوش في السحر وهيخسره وخلاص. لكن هيكتور بيقدر يقنعه، بس الراجل بيطلب شرط جزائي علشان هيكتور مش معاه فلوس، فبيرهن البيت بتاعه وكل املاكه لصاحب المسرح لو العرض بتاعه فشل. بعدين هيكتور بيكمل تدريب وتطوير في لايل علشان يخليه جاهز للعرض، علشان لو ما نجحش هيتشرد وكل حاجه هتبوظ وحياته كلها هتضيع ويخسر كل املاكه البسيطه اللي بيمتلكها. بعد كده بيكبر التمساح لايل شويه وبيفضلوا يتمرنوا كل يوم لحد ما بيجي يوم العرض بتاعهم. وبيجي يوم العرض وهيكتور بيكون متحمس جدا للعرض. بعدين بيطلع هيكتور ولايل على المسرح، ولكن لايل بيتجمد في مكانه، بيكون خايف وخجول انه يعمل اي حاجه. بيحاول هيكتور يفكه ويخليه هادي، لكن لايل مش بيستجيب والجمهور بيضحك عليهم وبيمشوا والعرض كله بيفشل. بعدها صاحب المسرح طالب هيكتور بالبيت واملاكه، بيرجع هيكتور بيته علشان يلم هدومه علشان يسيب البيت لصاحب المسرح. وقتها هيكتور بيدي لايل سماعه وبيقول له اقعد اسمع الموسيقى انت علشان تسليك، انا هسيبك في البيت علشان ما تضيعش معايا علشان ما بقاش ليا مكان اعيش فيه وانا مش عايز ابهدلك. وبيمشي هيكتور وبيسيب لايل. بعدين بيعدي 18 شهر وفي عيله بتيجي تعيش في البيت اللي فيه لايل بعد ما صاحب المسرح باع الشقه بتاعت هيكتور ليهم. والعيله بتتكون من الاب واسمه برايم والام اسمها براين وابنهم اللي اسمه جوش. لما بيوصلوا عند البيت اللي هينقلوا فيه، جارتهم كارول وجوزها جيرامبس بيستقبلوهم، وكارول بتكون مرحبه بيهم جدا، ولكن جوزها بيكون مش طايقهم وعايزهم يمشوا. بعد كده براين وجوش بيدخلوا بيتهم علشان يرتاحوا من تعب اليوم والنوم. اول يوم بيعدي كويس على خير، ولكن بعدها بيجي الليل وجوش بيدخل اوضته علشان ينام، لكن بيسمع صوت جاي من الدور اللي فوق وبيخاف ويقلق. بيتشجع جوش وبياخد موبايله ويطلع يشوف في ايه فوق، وبيطلع فوق وبيتفاجئ بوجود تمساح كبير عملاق جوه دولاب ازازي عامل زي ما يكون متحنط. وبعدها جوش بيلاقي ورقه مكتوبه على الدولاب. بيقرا جوش الورقه وبيكون مكتوب فيها انا هيكتور وده لايل، واتمنى تهتموا بالتمساح بتاعي وتعتنوا بيه. ولما بيطمن جوش انه مجرد تمساح بينزل تحت علشان يكمل نوم. اول ما بينزل بيتحرك التمساح لايل بعد ما كان عامل نفسه متحنط علشان محدش يقفشه. يوم الصبح بيروح جوش مع امه برين علشان توصله للمدرسه. المدرسه جوش طول الوقت بيكون قاعد لوحده ومش عارف لا يتصاحب ولا يعلق اي بنت بسبب انه انطوائي ودايما لوحده، بيخاف يفتح مواضيع. هي كده يا صاحبي يا بائس. بعدها بيرجع بيته وبيفتح النت علشان يعرف ازاي يقدر يكون علاقات ويتصاحب، ولكن بعدها بتيجي القطه بتاعت جارهم جيرامبس وبيلعب معاها جوش وبينفض للي كان بيعمله. بعدين بيسمع تاني صوت جاي من فوق، بيطلع مع القطه فوق وبيتفاجئ ان التمساح مش موجود في مكانه. اول ما بيلف بيشوف التمساح وبيخاف جدا جوش، وهنا القطه بتهجم على لايل ولايل بيخاف وبيفتح بقه فبيبلع القطه غصب عنه. بينزل لايل يجري تحت للشارع وبيجري وراه جوش، لكن لايل بيهرب منه ومش بيلاقيه. بعدها جوش بيوصل لمكان مهجور وبيجي حرامي بيكون عايز يقلب جوش، لكن هنا بيطلع لايل وبيخوف الحرامي
درامي ويرجع القطة من بطنه لجوش وبيجري يهرب، لكن جوش بينادي عليه وبيطلب منه يرجع معاه البيت ويعيش معاه هناك، وإنما بيصدق لايل وبيرجع مع جوش. تاني يوم بيجي الصبح وبيقعد جوش مع لايل يلعبوا ويهزروا لحد ما بيجي ميعاد المدرسة، وهنا بيسيبوا جوش عشان المدرسة. بيروح جوش المدرسة ومش بيستنى أمه اللي كانت بتوصله كل يوم. بيبدأ جوش يتحسن ويعرف يتعامل مع الناس، والخوف والفوبيا اللي عنده بيقلوا. وراح المدرسة وداخل المكتبة وبدأ يقرأ كتب عن لايل وعن سلالته علشان يعرف يتعامل معاه ويفهم أكتر عنه. بعد كده بيرجع جوش البيت وبيقعد مع لايل وقتها بيعرفه حكايته من أول ما هيكتور اشتراه من المكان اللي كان فيه. عرفوا إنه عاش فترة صعبة لما كان في البيت لوحده، كان بياكل من الزبالة علشان مش لاقي حد يعمل له أكل. بعدها جوش بيحكي حكايته للايل والمعاناة اللي عاشها من صغره لما أمه توفت وهو عنده سنتين، وبرين مرات أبوه بس مش أكتر. أبوه برايم هو اللي كان بيهتم بيه على طول لحد ما اتجوز برين. جوش كمان بيحكي عن معاناته في التعامل مع الناس والفوبيا ونوبة الهلع اللي بيجيله من الزحمة والناس. وبعدها اللايل بيكون عايز يفرحه فبيقوم يغني ويرقص علشان يفرفشه. جوش بيفرح وبيتفاجئ بالموهبة اللي عند اللايل لما بيغني ويرقص وبيكون مبسوط بيه جدا. ومن وقتها جوش بيعتبر لايل صاحبه وزميله الوحيد اللي كان بيدور عليه من زمان ونفسه في واحد يهتم بيه كده. تاني يوم أم جوش بتروح أوضة جوش علشان تصحيه للمدرسة، وهناك بتترعب لما بتشوف لايل وبتاخد جوش وتطلع تجري بيه بسرعة. جوش بيحاول يهديها ويفهمها إنه مش شرس وطيب ومش بيعمل له حاجة، لكن هي خدته وطلعت بيه بره البيت وقررت إنها تكلم أبوه. لكن جوش بيحاول يستعطفها وقال لها إن محدش ينفع يعرف حاجة عن لايل، إنه مصدق لها واحد يعتبره صاحبه ويتعامل معاه، وحذرها إنها لو عرفت أبوه هيكتئب وعقدته هتزيد. وفي الآخر أم جوش بتوافق وبيروح جوش المدرسة وبترجع أمه البيت. أمه بتكون خايفة من التمساح لايل، ولكن لايل بيحاول يهديها ويفهمها إنه طيب، وبدأ يغني ويلعب معاها ويساعدها في أكل البيت، ورقصوا مع بعض لحد ما بقت فرحانة بيه هي كمان ومعجبة بيه جدا. بعدين السيد رامبس بيجيب شركة أمن علشان تركب له كاميرا حوالين البيت علشان هو حاسس بحاجة غريبة، وكل يوم قطته بتختفي ومش بيكون عارف هي بتروح فين. بعد كده أبو جوش برايم بياخد باله إن مراته وابنه مبسوطين دايما بعد ما عاشوا فترة كبيرة صعبة وكلها نكد. راح سأل مراته عن سر سعادتهم، وهنا مراته قررت تعرفه السر وخدته عند جوش علشان يشوف التمساح لايل. برايم أول ما شافه خدهم وطلع يجري بيهم علشان خاف منه جدا، وجوش وأمه كانوا بيحاولوا يهدوه ويفهموه إنه أليف مش قاتل. برايم كان خايف جدا، ووقت ما بيهرب بره البيت قابل في وشه هيكتور اللي رجع تاني بعد ما غاب فترة طويلة عن البيت، وعرفهم إنه صاحب لايل وكان ساكن البيت ده زمان. لايل أول ما بيشوف هيكتور بيكون زعلان منه علشان سابه زمان ومشي، لكن هيكتور حاول يفكه ويرقص معاه لحد ما رضي عنه لايل وهجم عليه حضنه. بعدها مرات برايم فهمته كل حاجة عن لايل وعرفته إن هيكتور هيعيش معاهم لمدة 15 يوم، وده حسب الاتفاقية اللي كان عاملها مع صاحب المسرح إن ليه 15 يوم في السنة يقعد فيهم مع لايل. بعدين هيكتور بيكون مع لايل في الدور اللي فوق عمالين يرقصوا ويلعبوا ويغنوا مع بعض، وده كان مخلي برايم مش عارف ينام بسببهم بسبب صوتهم العالي والدوشة اللي عاملينها. تاني يوم الصبح بيروح برايم شغله وبنعرف إنه مدرس، ولكن شخصيته ضعيفة وكل التلاميذ بيسخروا منه وبيرموا عليه ورق الزبالة. في الوقت ده جوش كان بيستعد علشان يخرج مع هيكتور وأمه ولايل ويتفسحوا ويلفوا الشوارع علشان يفكوا الكبت اللي عند لايل، وطول اليوم قضوا لعب وغنى ورقص في الشوارع بين العربيات. بعدها بيرجعوا وبيرجع برايم وبيطلع الدور اللي فوق علشان يجيب حاجة، ولكن بيشوف لايل. ووقتها برايم ما كانش لسه بيحب لايل وخايف منه، لكن لايل كان عارف ان برايم بيحب المصارعة، وهنا جاب اللبس بتاع برايم وخلاه ياخده علشان يتحداه في مباراة علشان يفكوا ويتعودوا على بعض. وقتها لايل ساب برايم يكسبه علشان يفرح ويكون مبسوط. ده فعلا اللي حصل، ولايل شاف قد ايه برايم كان مبسوط انه رجع يفتكر ايامه بتاعت زمان اما كان لسه شقي ونينجا قد الدنيا. ومن وقتها برايم حب لايل جدا. ثاني يوم بيروح برايم المدرسة، ولكن وقتها بيقدر يسيطر على كل الطلاب بعد ما شخصيته بقت قوية، وكل ده بسبب لايل. بعدين بيرجع برايم البيت، وهناك جوش بيعرفه يروح معاه علشان هيكتور عامل عرض كبير مع لايل. برايم وبرين وجوش كانوا قاعدين يتفرجوا عليهم وهم مبسوطين ومستمتعين بيهم كلهم. بعد كده بالليل هيكتور بيقعد مع لايل علشان يحمسه ويحسن من نفسيته، وقال له انت موهوب وعندك موهبة مش عند حد ابدا، ولازم تثق في نفسك علشان تتشهر وكل الناس تعرفك وتحترمك، لازم تشيل الخجل والخوف من جواك. بعدها لايل بيروح مع هيكتور لمسرح صغير علشان يعملوا عرض عليه هناك، ولكن جوش بيكون رافض للفكرة ديت علشان شايف ان لايل لسه مش جاهز، ما يقدرش انه يخرج على مسرح ويقدم عروض دلوقتي، ولكن هيكتور بيكون مصمم وبيمشوا مع بعض. بعدين بيرجع هيكتور ولايل وبيكونوا زعلانين، وبيفهم جوش انهم ما قدموش عرض ولايل خاف ورفض يعمل حاجة. وبعدها بيروح جوش يحضنه ويواسيه علشان لايل كان محبط ويائس وشايف نفسه فاشل ومالوش اي لازمة. تاني يوم بيتفاجئوا ان الشرطة جاية علشان تقبض على لايل وتاخده لحديقة الحيوان بعد ما
لما هيكتور بلغ عنه علشان شاف ان ليل ملوش اي لازمه، عمره ما هيغني ويعمل حاجه مفيده. وبياخدوا ليل معاهم، وجوش وعيلته بيكونوا زعلانين جدا على ليل، وخصوصا بعد ما ليل خلى حياتهم بقت احسن من الاول. بعد كده هيكتور بيروح لجوش وبيعرفوا ان هو اللي بلغ عن ليل، بعد ما شاف ان عمره ما هيعمل اي حاجه مفيده، هيفضل دايما فاشل. ولكن هو جاي دلوقتي ندمان بعد ما حس ان اللي عمله غلط، بقى شايف ان ليل يقدر يتطور ويغني بدون خجل. وجاي دلوقتي هيكتور طالب مساعده جوش علشان يقدروا يخرجوه تاني من حديقه الحيوان، ولكن جوش بيكون مش طايقه وبيسيبه. بعدين هيكتور بيروح حديقه الحيوان وبيقابل ليل علشان يهربه، لكن ليل بيرفض يمشي معاه بعد ما تخلى عنه وسابه لوحده. ووقتها باقي التماسيح بتحاصر هيكتور علشان تاكله، وهيكتور بيطلب ليل يساعده لكن بيرفض. بعدين بيجي جوش وبيطلب من ليل يلحق هيكتور ويساعده، وبيوافق ليل علشان جوش. وبعدها هما الثلاثه بيهربوا بره المكان كله، لكن لما بيخرجوا بيتحاصروا الشرطه. هنا هيكتور بيخلي جوش وليل يهربوا، هو عمل خدعه سحريه وقدر يعطل بيها الشرطه لحد ما هرب جوش وليل. ولكن الشرطه بتقدر انها تقبض على هيكتور وبيفضلوا يطاردوا ليل وجوش، ولكن الشرطه بتقدر انها تحاصر ليل وجوش من كل مكان. وهنا جوش بيدخل في مسرح للمواهب، وبيقرر انه يقدم هناك عرض على المسرح علشان يثبت للناس كلها ان ليل مش تمساح شرير وانه عنده موهبه كبيره جدا. بعدين بيطلع جوش على المسرح مع ليل، وليل كالعاده بيكون خجول، لكن جوش بيبدا يغني بدايه الاغنيه اللي بيحبها ليل وبيغنيها على طول، بيترجاه يغنيها. وفي الاخر اخيرا بيغني ليل وبيبهر كل الجمهور ولجنه التحكيم، وحتى اصحاب جوش بيحبوا ليل وبيكونوا مبسوطين بيه جدا. وقتها هيكتور بيكون شايف كل ده في التلفزيون ومبسوط جدا من اللي بيقدمه ليل، وبيكون فخور ان ليل قدر يبهر العالم كله بموهبته. بعدها جرامبس بيرفع قضيه على ليل علشان يرجع حديقه الحيوان وما يكونش عايش معاهم في البيت بتاع جوش. ولكن قبل ما يوافق القاضي على كلام جرامبس، بيدخل هيكتور وبيقدم ورق ترخيص فيها كان عامله زمان مع صاحب البيت ان كل اسره ليها الحق انها تربي حيوان اليف معاها في الشقه، وده يثبت احقيه اسره جوش انها تربي معاها ليل وان ليل حيوان اليف. وهنا القاضي بيوافق ان ليل يعيش مع اسره جوش، وجرامبس بيخسر القضيه وهو مقهور، وبيفرح جدا جوش ان ليل هيعيش معاهم وكل اسرته كمان بيكونوا فرحانين جدا. وبعدها اسره جوش بتطلع اجازه وبياخدوا معاهم ليل، ويفضل هيكتور في البيت مستنيهم. ووقتها بتيجي صاحبه ليل وهي معاها تعبان بيغني علشان يربيه هيكتور ويخليه زي ليل. وبيخلص هنا الفيلم. اتمنى يكون عجبكم، ما تنساش اللايك، لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه، فعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. اشوفكم على خير ومع السلامه.